السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم بقى الترند اللي بيقولوا عليه بتاع ست كريمه. بجد ايه الوصفه عجبتني جدا جدا جدا، واول مره اعملها، بجد حلوه قوي. تعالى اقول لكم بقى المقادير بتاعتها. هنعمل الاول الكريمه مع بعض. حطينا هنا كوبايتين من الحليب زي ما انتوا شايفين، وهننزل بكريمه من كريمه الطهي. ممكن تستبدليها بعلبة من القشطة لو مش متوفر عندك كريمة الطهي. وهنحط كمان النشا بتاع 3 معالق من النشا كده، او الكيس كله. بص انا كنت جايبة الكيس كده، حطيته بتاع 3 4 معالق كده. وبعد كده هندوب بقى ايه وهنحط السكر. السكر طبعا حسب الرغبة. وطبعا انا كنت حاطة جنبي كده الشربات، حطيت كوباية من السكر وكوباية من المية، وسبتها على النار تغلي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هنبدأ بقى نحرك كده، نقلب كده الكريمة بالشكل دوت، عشان ايه تتخن معانا، عشان طبعا لو احنا سيبناها هتكلكع معانا وتبقى مش حلوة. وعايزينها على فكرة مش عايزينها خفيفة، احنا عايزينها كده كده تقيلة عشان هنحطها جوه الجلاش. زي ما انتوا شايفين بدأت تتخن معانا اهي بالشكل دوت. اهي هو ده القوام اللي احنا عايزينه. طبعا هنسيبها تبرد تماما تماما تماما، مش هنستخدمها خالص. بصوا هنحطها في الطبق كده زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها تبرد تماما خالص. عشان ايه ما ينفعش نحطها دلوقتي في الجلاش. حطينا هنا بقى الفانيليا وقلبناها، وهنسيبها كده على جنب. وبعد كده هنجيب ورقة الجلاش. هنحط 4 طبقات، كل طبقة كده هنحط الكريمة كده في النص. وبعد كده هنحط بقى الزبدة. معانا الزبدة اللي احنا هنقفل بيها الورق. زي ما انتوا شايفين، انا بصراحة حبيت الفكرة قوي 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 قوي. وعجبتني. هو ده الترند، قلت بقى كله عمل الترند، لازم انا اعمل الترند طبعا واجربها، لانها يعني بصراحة تستحق التجربة. هي حلوة جدا. بصوا انا حطيت الزبدة كده، وحطيت 3 طبقات او 4 طبقات حسب السمك اللي انت عايزاه فيها. بس هو 3 طبقات او 4 طبقات حلوين قوي. انا حطيت 3 طبقات، وحطيت الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. وهنقفلها كده زي الظرف كده. بصوا بالشكل ده، قفلته بالشكل دوت كده. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنحط فيها الفطاير ديت الحلوة. هنحط كده زبدة. وهنحط بقى ايه واحدة كمان، نحط ورقة كمان عشان حسيناها اللي هي خفيفة شوية. حطينا كمان ورقة، يعني حطيت 4 طبقات. هنحط 4 طبقات من ورقة الجلاش. وبعد كده هنحطها بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده اهو بالشكل دوت. وهنعمل مع بعض واحدة كمان. يلا بقى، ان كنتي وصلت لغاية كده يا حبيبتي ما تنسيش بقى تدعموني طبعا باللايك اللي بيشجعني وبيحفزني طبعا. ويا ريت يا جماعة نشجع بعض، واللي يخش الفيديو حتى على الأقل يشاهدوا كده بتاع 3 4 دقايق. أنا بخش بشوف في كل واحدة 3 4 دقايق على الأقل، واللي يعجبني الفيديو بتاعها بشوفه كله طبعا. كلنا لازم نساعد بعض طبعا. هنحط كده زي ما أنا قلتلكوا كل ورقة حطيت فيها زبدة، يعني 4 طبقات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هنقفلها بالشكل دوت كده. انا عملتها ب4 طبقات من الورق، ورق الجلاش. الطريقة طلعت على فكرة سهلة جدا، وعلى فكرة الطعم كان رهيب وطعمه حلو جدا جدا. بصراحة عجبني قوي قوي قوي. لقيت الترند ده نازل قلت لازم اجربه. بجد وصفة يعني بصوا تستحق التجربة فعلا. كده هنعمل واحدة تالتة كمان. هنعمل بقى التالتة، بعد كده بقى هندخلهم الفرن. انا حبيت بس اوريكم الطريقة.
وزي ما قلت لكم لو مش عايزه تحطي كريمه الطهي حطي علبه قشطه، من مش عايزه علبه قشطه حطي جوز الهند فيها برضو، يعني هتديها طعم حلو قوي برضو. شوفي المتاح عندك ايه بالظبط واعمليه. كده هنقفل عليها كده اهو، ودهنا كده من فوق بعد ما حطينا في الصينيه. هنسيبهم بقى كده وهنحطهم في الفرن. بعد كده هنعمل بقى الكريمه اللي هنحطها كده ايه فوق الوش. نحط كده كيسين من الكريم جانتيه، وهنحط ربع كوبايه من الحليب، وهنبدأ بقى نخفق كده، نضربه كده كويس قوي لغايه لما يمسك معانا قوي زي ما انتوا هتشوفوا القوام بتاعه. بصوا بنضرب جامد قوي عشان ايه، اهو بالشكل ده. دي الكريمة اللي هنحطها فوق الوش. زي ما انتوا شايفين. يا رب بقى الفيديو بتاعي بقى يعجبكم وتشجعوني بقى وتحطوا لي طبعا اللايك يا جماعة. اللايك اللي بيرفع طبعا الفيديو فضلا وليس امرا. كده جبنا القمع كده، وهنحط ايه، حطيت فيه البلبلة بتاعتها كده عشان نزوقها بيها. ده كيس حلواني. بصوا اهو. نجيب بقى الشربات اللي احنا عملناه، هننزل كده نسقيها كده بالشكل ده، ونسيبها بقى ايه شوية لغاية لما الشربات يتشرب منها كويس. وحطينا كده سكر بودر، دي واحدة سكر بودر، هنحط عليها سكر بودر زي ما انتوا شايفين، وهنحط جوز الهند، وهنحط زبيب. والتانية هنحط بقى الايه الكريم جانتيه اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا هنديله شكل كده من فوق. وبعد كده هنحط كمان فاكهة. هنحط بقى الفاكهة اللي انتي عندك، الفاكهة المتاحة عندك. انا كان عندي عنب احمر، وكان عندي موز، فانتي بقى شوفي الفاكهة اللي انتي تحبيها حطيها يعني. زي ما انتوا شايفين انا حطيت اهو العنب، وحطيت الموز، قطع الموز. بجد كانت وصفة حلوة جدا، وفعلا فعلا كانت تستحق التجربة زي ما قلت لكم. وعجبتني جدا الفكرة جدا 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 بصراحة. انا حقيقة يعني انا طول عمري بحب التغيير في اي حاجة عموما. والفطيرة التانية هنحط لها برضو الكريمة، وهنحط لها بقى صوص الشوكولاتة. طبعا انتوا عارفين صوص الشوكولاتة يعني بيتعمل ازاي. شوية حليب وقطعة من الشوكولاتة الشيبس، ونسيحه في الميكرويف وخلاص على كده. هنحط كده ايه الشوكولاتة. بصوا الجمال بقى، بجد كانت خطيرة خطيرة خطيرة. يا ريت بقى تدعموني كتير باللايك، وتشتركوا طبعا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان طبعا يا حبايبي يوصل لكم مني كل جديد. واقول لكم انا بحبكم قوي، كل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.